السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على حبايب قلب الحلوين المشتركين في قناتي واللي لسه مشتركوش. لو انت اول مره تتفرجوا على القناه يا ريت بقى تخشوا على القناه كده وتعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد مفيد ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى الجو بيشتي والدنيا شتاء، وهنعمل مع بعض احلى روتين النهارده، روتين المرمطه كده في الشتاء وفي الجو الساقع ده. زي ما انتوا شايفين حبيت بقى اوريكم الاول كده من بره الجو عامل ازاي. فكنت بصور لكم كده من البلكونه، ده طبعا قصاد مننا كده في البلكونه، فكنت بصور لكم المنظر. وشايفين بقى انتوا الشتاء الجو عامل ازاي النهارده. فانا طبعا النهارده حبيت اعمل لكم روتين لان في ناس كتير طلبت مني الروتين على القناه، لان انا قناتي قناه طبخ، بس في كتير بقى طالبين مني ان انا اقدم لهم روتين. فالروتين بتاعي النهارده انتوا هتشوفوه، بس طبعا هيبقى بشكل مختلف شويه عن اي روتين بتشوفوه على القنوات التانية. طبعا هقول لكم كمان انا ليه هقدم روتين هقدم روتين مختلف النهارده، لان طبعا انا مش هظهر في الفيديو، انا ايدي بس اللي هتظهر، فده الروتين بتاعي. فطبعا انا حبيت النهارده بقى كده اصور لكم. انا كان عندي طيور، كنت ذابحه طبعا فراخ وحمام. فانا دلوقتي ذبحت الحمام وبطلع الحصله بتاعته قبل ما اصمته، عشان خاطر بتبقى سهله معايا، وكمان بتبقى الجلده بتاعت الرقبه دي لسه جامده، بتبقى جامده معايا. فاجي اطلع الحصله كده تطلع معايا بكل سهوله. وكمان جلده الرقبه، الجلده اللي هي بتاعت الرقبه دي ما بتتقطعش، بتبقى جامده معاكي. لكن انت لو جيتي بقى صمتي الحمامه دي وريشتيها وجيتي تطلعي الحصله، بتبقى الجلده رقيقه وتتقطع معاكي. فانا حبيت بقى اوريكم المعلومه دي. نرجع بقى للروتين بتاعنا، الروتين اللي انا بشوفه على القنوات التانية. والله انا كنت حابه برضه اوضح الفكره دي للناس. انا ليه ما بعملش روتين؟ لان انا بشوف على القنوات التانية لليوتيوب الناس بيعملوا الروتين بطريقة صراحة ما تعجبنيش وما تعجبش اي حد. اللي مثلا بتطلع لابسة لبس مش كويس او لابسة لبس ضيق او كده، وتطلع تقولك اعمل روتين، وتلاقيها بقى جايبة الكاميرا ومصورة نفسها بطرق مش كويسة. او مثلا بتبقى مثلا الكاميرا ورا منها وهي قدام الكاميرا شغالة، فده ما ينفعش. فانا ما ينفعش ان انا اعمل روتين عشان كده. طبعا ما ينفعش والله. طبعا انا اول ما بدأت معاكم بدأت على القناة ان انا بظهر ايدي بس اللي بتظهر، وكمان انا ما اسمحش لنفسي ان انا اعمل روتين بالشكل ده. حتى انا لو فكرت في يوم من الايام ان انا هظهر قدامكم قدام الكاميرا كده وتشوفوني، فهبقى لابسه لبس واسع، مش هلبس لبس كده زي اللي انا بشوفه. ربنا يحمينا يا رب كلنا ويحفظنا ويسترنا في دنيا واخره. فانا الروتين عندي هيبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، مش هيظهر مني اكتر من ايدي. وكمان انا كنت مشمره في اللحظه دي كده او في المقطع ده كده، لان طبعا كنت دلوقتي بريش الفراخ وبنضف وكده، وزي ما انتم شايفين الواحد شغال في ميه وبتاع. فربنا يسامحنا بقى الحته اللي كانت باينه من دراعي دي. بس انا ان شاء الله ناويه ان انا اظهر في القناه معاكم، بس بعدين قدام لسه شويه ما خدتش الخطوه دي والله. بس ايه، حتى لو ظهرت معاكم على الكاميرا قدام الكاميرا وكده، هبقى لابسه اسدالات او لابسه عبيان بيتي برضو وكل حاجه، بس واسعه طبعا. وكمان هيبقى اللبس كله واسع. فانا يعني مأجله الحته بتاعت الظهور قدام الكاميرا، بس ان شاء الله قريب هظهر قدامكم وهظهر اعمل فيديوهات بقى بوشي وكده. بس ان شاء الله هبقى لابسه اسدالات، مش هبقى لابسه لبس ضيق او حاجه زي كده. عشان طبعا انتوا عارفين الواحد ما يشيلش ذنوب وكده. انا عامله القناه دي يعني ايه؟ عشان افيد واستفاد وكل حاجه، بس مش عايزه ان انا اشيل منها ذنب او وزر او كده. طبعا الناس كتير بيتفرجوا عليا، والفيديوهات دي طول ما هي محطوطه على القناه شغاله كده الكل بيتفرج عليها. فانا حابه ان انا احط معلومه الكل يستفاد منها وتبقى زي صدقة جارية ليا. فبرضه لأن لو عملت حاجة مش كويسة أو فيديو مش كويس، هيبقى برضه زي سيئات جارية ليا بتحط برضه في رصيدي في الآخرة. فأنا طبعا أنا لا أنا قد الآخرة ولا قد عذاب القبر، وربنا يحمينا يا رب من ده كله ويحفظنا. فأنا مش عايزة أشيل ذنب أتحاسب عليه في الآخرة وكده، من غير قصد او بقصد او كده. فانا والله اللي انا بشوفه في القنوات التانية، انا لو اقدر ان انا اكلمهم واقول لهم بلاش عشان ربنا وعشان طبعا ده حرام وكده. ما تظهروش مفاتنكم، ما تظهروش جسمكم باللبس اللي انتوا بتلبسوه. ما ينفعش مش عشان مثلا تاخدوا مشاهدات او مثلا تكسبوا او قنواتكم تكبر فتطلعوا بالمناظر دي.
والله حرام، ما اعرفش بقى، هم مش عارفه اوصل لهم. وكمان طبعا هم اكيد عارفين، بس هم مثلا بيعملوا كده عشان مشاهدات ايه اللي انتوا هتاخدوها من ورا ان انتوا تبقوا عاملين كده؟ شوف المشاهدات دي كام واحد بيتفرج، كام شخص بيتفرج، وكل واحد بقى بيتفرج يعني هتشيلوا ذنب قد ايه؟ فعشان كده انا ما برضاش اعمل روتين على قناتي. والحمد لله الحمد لله يعني، انا قناتي كده كويسه وعجباني الحمد لله ومكفياني، وكمان بجيب منها مشاهدات كويسة للفيديوهات، وانتوا شايفين الفيديوهات بتاعتي. فانا مش عايزة يعني ايه، مكتفية بحتة ان انا اقدم فيديوهات طبخ بس. اما روتين فانا مش حابة حتة الروتين ده اصلا. عشان انا اعمل روتين لازم أن اظهر قدام الكاميرا، هتحرك، هوطيها، اتضير كده، هعمل كده. فالاوضاع دي ما تنفعش ما تناسبنيش وما تناسبش حد الصراحة. يعني ايه، يعني ما تناسبنيش الصراحة ان انا اقدم حاجة بالشكل ده. فعشان كده مكتفية بان انا اقدم بس وصفات وخلاص، والحمد لله على كده. وطبعا انا اول برضو ما عملت القناة كان جوزي طبعا مش موافق عليها، بس عشان خاطر عارف ان انا يعني ايه، بحب اليوتيوب، ومن زمان انا موجودة على اليوتيوب بقالي اكتر من 9 سنين. كنت بقدم برضو على صفحات على الفيسبوك وكده، وهو عارف ان انا بحب المجال ده، فوافق ان انا اعمل قناة وكل حاجة. بس اشترط عليا برضو ان انا مظهرش، او ان انا لو قدمت محتوى يكون محتوى اخلاقي، يكون حاجة كويسة، يكون حاجة استفاد يعني تفيد الناس واستفاد منها، حتى اللي يتفرج على الفيديو ما يطلعش يقول كلمة مش كويسة، او مثلا يبص للفيديو بتاعي بنظرة مش كويسة. يكون حاجة محترمة، حاجة تشرفني قدام الناس، اما مثلا حد يعرف ان انا عاملة قناة او كده، يبقى المحتوى كويس، محتوى محترم، محتوى محدش يقول عليه حاجة، محدش يقول او يعيب فيا او في المحتوى بتاعي. فالحمد لله الحمد لله فضل ونعم من ربنا ان انا بقدم محتوى كويس، حتى مثلا لو هو قليل في المشاهدات او كده. فده الحمد لله انا بحمد ربنا ان هو حاجة كويسة، حاجة محترمة، حاجة ما خجلش منها بعدين او دلوقت. مهما حد شاف فيديوهاتي او كده او اتفرج على قناتي، انا ما بقاش خجلانة او مكسوفة ان حد شاف عندي فيديو مش كويس او كده. كل حاجة بقدمها يعني ايه، بطريقة محترمة، المعلومة بقدمها بطريقة برضو كويسة مبسطة. فالحمد لله ناس كتير بتخش على الفيديوهات عندي، عاجبهم الفيديوهات وعاجبهم القناة، وما شاء الله بيشكروا فيها. فده الحمد لله نعمة وفضل من ربنا، وانا مش عايزة اكتر من كده. فده الروتين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، انا ده الروتين، ومش هقدم روتين اكتر من كده. حتى لو انا جيت في يوم من الايام، انا بقول لكم الكلام اهو، لو جيت في يوم من الايام ظهرت قدام الكاميرا، وانا ان شاء الله يعني بفكر ان الفتره الجايه اظهر كده بوشي واكلمكم وكل حاجه، ابقى قدام الكاميرا. بس ان شاء الله لو ظهرت وكلام عشان تبقوا عارفين اهو، انا لو ظهرت قدام الكاميرا هبقى لابسه اسدالات او لابسه عبيان بيتي واسعه واسعه، بحيث ان هي ما تبينش اي مفاتن لجسمي او كده، عشان طبعا ما حدش فيكم هيفيدني في الاخره. اللي انا هعمله وعملي ده هو اللي هيفيدني، هو اللي هيقعد لي. فانا مش عايزه اشيل لا وزر ولا اشيل ذنب حد او ذنب النظره حد بصها لي او بص لفيديوهاتي، لان طبعا انا الواحد مش ضامن عمره. انا ممكن اموت دلوقتي، والفيديوهات دي تفضل موجوده على اليوتيوب، هتفضل زي صدقة جارية أو سيئات جارية ليا. فأنا عايزة أقدم حاجة محترمة، حاجة يعني أؤجر عليها، حاجة يعني إيه، تبقى زي صدقة جارية ليا، ما أقدمش حاجة وحشة، وربنا يحفظنا كلنا. فهو ده الروتين اللي أنا قدمته النهاردة. زي ما انتوا شايفين كنت طبعا عاملة لكم بقى بنضف فراخ كده وبنضف الحمام، وبرضه وريتكم احنا بنطلع الحصلة بتاعت الحمام ازاي، عشان خاطر جلدة الرقبة ما تتقطعش مننا. وكمان عشان خاطر حبيت اوريكم يعني جلدة الرقبة وكده، وبعدين عشان تحافظ على الجلدة بتاعت الرقبة ما تتقطعش. وده طبعا الروتين اللي انا قدمته لكم النهارده. يا رب يكون الفيديو ده خفيف وظريف عليكم كده، ما كنتش طولت عليكم في الكلام، بس انا حبيت اوضح للناس اللي كانت بتطلب مني دايما ان انا اقدم روتين على القناة. والله يا جماعة هو ده الروتين عندي الحمد لله، وما اقدرش ان انا اقدم لكم اكتر من كده في الروتين. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، متنسوش بقى تحطوا لي لايك وتدعموا الفيديو كده، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو ويخلي ناس كتير تستفاد من المحتوى ده او من الفيديو ده. فيا ريت ما تبخلوش عليا بقى في اللايك. وان شاء الله احنا مكملين مع بعض، مكملة بيكم ان شاء الله، وان شاء الله القناة دي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله، واقدم طبعا معاكم بقى روتينات تانية اكتر وبتكون بطريقة محترمة، وربنا يحفظنا يا رب. ان شاء الله قناتها هتكبر بيكم وهتكبر ليكم ان شاء الله باذن الله. ده روتيني ودي قناتي. هسيبكم بقى تكملوا هنا
مع الشتاء والجو كان بيشتي طبعا. خلصت كده، وده طبعا المقطع الفيديو اللي انا صورته في اول الفيديو، ده كان بقيته. حبيت ان انا طبعا اوريكم كده منظر الشتاء والجو هو كان بيشتي. وطبعا زي ما انتم شايفين الجو النهارده كان شتاء كده. وحبيت ان انا اقدم الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، ما كنتش لكيت كتير، عشان انا اخويا متابعني القناه بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي، وهو في السعوديه حاليا، ربنا يحفظه يا رب. وبيتفرج هناك، بيقول لي انت بتتكلمي كتير في الفيديوهات. فيا رب ما كنتش بقى لكيت عليكم. بسلم عليك يا ابو محمد من هنا، وبعت لك احلى تحيه من مصر. وربنا يحفظك يا رب ويبعتك لنا بالسلامه. واتمنى تشوف الفيديو ده وتكلمني بقى وتعلق لي زي ما انت بتعلق لي على طول الفيديوهات. وربنا يحفظك يا رب، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه. اشوفكم على خير، ويكون فيديوهات خفيفه كده. اشوفكم على خير، وباي باي.